الزمالك ده يجيب لي جلطه في مره. يا دي الفضيحه. بعض الناس بتصنف الناس من شكلها. بتجيب توكك منين؟ على فكره انا سبت شعري لسبب نفسي. بتعمل بلوك للمتابعين ولا كتير. لمشاهير السوشيال ميديا؟ كله ودي اديله. ودي. بودكاست بازار لميس. ايه حكايتك مع الكوره وايه اللي فجاه دخلك في الكوره؟ الزمالك ده يجيب لي جلطه في مره. زملكاوي صميم. بص هقول لك على حاجه، انا مؤمن بالانسان الطبيعي، فانا طبيعي بحب وعندي ضغينه. يعني انا متضايق جدا من الاهلي يا جماعه عشان بيكسب كل البطولات. الله 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 متضايق الله. جدا وعايز مين هنا اهلاوي؟ عايز اطرش. يا نهار اسود كلكم اهلاوي. طب ما حدش زملكاوي هنا ولا ايه؟ يا فضيحتك. ارفع ايدك طب والنبي ارفع ايدك. وبعدين انت الليلة بس دي. اللي زملكاوي. بس ما بيهمهمش خلي بالك. بس احنا صامدين يعني. اهلاويه واحنا ابطال زملكاويه افريقيا بيتابعوك. ونادي القرن الحقيقي وبتاع وكل سنه وانتم طيبين. جو ايه الروتين اليومي لشعرك عشان والله اتعلم منك؟ العظيم ولا اي حاجه والله. دي فتله شعر امي وانا واخدها منها بس. طب بتجيب توكك منين؟ من عند امي برضه. انا بحب اقول كده معلش انا اسف. طب مين بيختار لك انا الاوتفيت؟ على فكره انا سبت شعري لسبب نفسي. هقول لك بصراحه لان دايما هنا في المجتمع بيصنفوا، مش كل المجتمع طبعا، في بعض الناس بتصنف الناس من شكلها. فانا ضد ده. فانا عايز اقول ان هو براحتي. مش لازم تصنفني، ما تشوف عقلي. طب انت هتشوفني ان شعر طويل فمش هتحبني فتمام، انا مش عايز الشخصيه دي في حياتي. عشان كده دايما تكتب في الكومنتات الحريه يا جماعه. سيبوا كل واحد حر. انا بدعم الحريات جدا، انا بدعم بحترم المنقبه قوي لان هي حره تلبس اللي هي عايزاه. بحترم اللي بتلبس الحجاب، بحترم اللي ما بتلبسش الحجاب، بحترم اللي بتلبس قصير، بحب اللي بتلبس قصير. اتفرج بس يعني. انت عايش بمبدا يا جماعه ان ده كل بني واحد ادم، يعيش حياته. بني ادم، كل واحد براحته. كل اللي عايز يلبس يلبس واللي عايز يقلع يقلع. وعمري ما اتضايقت من واحده بتقلع حجاب او بتلبس حجاب او انا بحب البني ادم، انا عايز البني ادم. انت مش فارق لك مين بيعمل مش فارق ايه لي اصلا. الشكل ولا اللون ولا طبعا، انا فارق لي العقل. كتبت اسماء كتير في كراسه الاولاد. وعملت بلوك كم مره؟ عملت بلوك، انا عامل بلوكات كتير، ولكن انا ماشي بهدف ان هو انت ليه تجادل؟ العمر يا جماعه عدى. احنا خلقنا يا اخوانا، احنا كبرنا على حتى مش بالسن، بالعقل. خلاص نضجنا، خلاص فهمنا ان مفيش حد تعرف تغيره، خلاص فهمنا ان طباع الناس مش لازم استحملها. ما خلاص، ما خليني مع الشبهي، مظهر في المكان اللي انا عايز اظهر فيه بس. اسرع واحد بتعمل بلوك جداً. عشان تشتري دماغك. جدا جدا. بتعمل بلوك للمتابعين ولا كتير. لمشاهير السوشيال ميديا؟ كله ودي. اديله. ودي يا باشا ولا يهمك. انت افضل مني، فرصه سعيده. والله. امتى عملت بلوك لواحد من مشاهير السوشيال ميديا؟ كل يوم. والله كل يوم. انا كنت في عيد ميلاد قريب اكتشفت ان اعمل لهم كلهم بلوك. كلهم. يا دي الفضيحه. زعلوا جدا. ايه الاسباب؟ يعني انت حاسس انك مش عايز تشوفه بس او مش مقتنع؟ انا مقتنع ان كل واحد وارد جدا يكون مختلف، ومش لازم اجبر نفسي ان انا اشوفك. عادي، اكيد انت برضو ما بتحبش الكونتنت بتاعي، عادي، دم بيبقى تقيل عليك. لما بتتبسط بتعمل ايه؟ او مين اول حد بتكلمه؟ كانش حد. مفيش حد؟ لا مفيش. مين اقرب ناس ليك من على السوشيال ميديا؟ الشاذلي واحمد كريم ومنيري. لو عندك خناقه مين اللي هتاخده معاك في الخناقه؟ انا ما بتخانقش. استنى الخناقه تخضى واقول لهم تمام، اتضرب عادي. والله اصل مفيش وقت. بس لو خناقه هاخد الشوش مع الشاذلي. الشوش؟ الشاذلي بيتخانق بيعلي صوته، خلاص الدنيا خلصت. لا هو كفايه يدخل. كفايه الشاذلي. بقول لك كده انا مقلبه منه نص كلامه. وانا طب 100 ب100 ب100 كل حاجه، وكل شويه اعمل له منشن. شاذلي انا مقلبه الاغنيه. لا هو عسل، هو عسل، هو عسل، وراجل جدع يعني سالك. امبارح كلمني هو والشاذلي وقعدوا معاهم كوره وخسرنا كوره، كنا مصورينه وهننزل بس لما خسرت ما نزلناش. طب انت ايه يعني خط وسط في الهجوم، في الدفاع، والله في الجون؟ لا بكسل. امال انت بتروح معاهم تعمل ايه؟ اقف جون عشان ما اتحركش كتير. طيب يلا تعالى نسال بقى اسئله عن الستات والرجاله. امتى اعمل له بلوك؟ انت مش محتاج تعمل بلوك لحد، عشان الانسان ممكن يتخلص من اللي قدامه من داخله قبل من خارجه. يعني عادي انت قدامي بس انا ممكن اكون مش شايفك، ممكن تكون خلاص كل يوم بشوفك بس خلاص كان. لما الراجل
بيتاخر بره وبيقفل تليفونه بيكون فين؟ مع التانية. وش هو بيقول لك اي حاجه بس هو مع التانية. هو كل الرجاله لازم يكون عنده التانية؟ لا مش كل الرجاله، في رجاله كتير قوي محترمه. ازاي اندم الاكس؟ في مليون طريقه اندم بيها الاكس، تندمي بيها الاكس، الا ان انت تروحي الجيم وتقلعي وبتاع يعني الشغل ده وحش قوي بصراحه يعني. طب ازاي اندم الاكس؟ قول لنا المنيو. طول ما البني ادم بيدور على ان هو يندم حد فهو ما خرجوش من حياته، فاللي بيندم هو انت مش هو. ما ينفعش تندم حد، خلاص العلاقه انتهت، مش لازم ابتدي اثبت لك ان انا كنت فرصه. الزمن اللي هيوريك، الناس التانية اللي هتوريك. اعمل بلوك ولا اعاتبه واحاول معاه؟ ما حدش بيأذيك غير ما بيبقى عارف ان هو بيأذيك. ايه اللي ما عرفتش تعمله في 24؟ والله انا عندي نظريه في الحياه، انا مش راجل بخطط لحياتي، وانا عارف ان الكلام ده صادم للناس والناس ما بتحبش تسمعه، بس انا بقوله حقيقه، لان انا مش شايف ان هو مش لازم نخطط لحياتنا. ممكن نشتغل دلوقتي، ممكن النهارده نشتغل، الخطط بتتغير، الطرق بتتغير، الناس بتتغير، اهدافي بتتغير. زمان كان نفسي اكون حاجه، دلوقتي مش فارقالي، حتى لما جت الحاجه مش عايزها، فالشغف بيتغير. شايف ان بنبيع لنفسنا اوهام كتير تحت بند شغفك، وقول لا وتغير واعمل كده وبتاع. انا ماشي اليوم بيوم وبشتغل النهارده وبس، ما اعرفش بكره فيه ايه. السنه اللي فاتت ما فيش حاجه فاتتني، واللي قبلها ما حدش فاتتني، لان كل يوم ده انا اللي وصلت له، خلاص انا هنا. طب وايه اللي حصل في 24 حسيت ان هو ده قمه السعاده بالنسبه لك، او قمه النجاح، او دي حاجه من اللي كان نفسك تحققها؟ قمه النجاح الناس بتسلم عليها كده، والله العظيم هو ده اقوى درجات النجاح في الدنيا، والله العظيم. طب ايه احلى تسريحه بتحبها لشعرك؟ البونيتيل ولا ما بتعبره؟ انا ما اعرفش الاسماء، انا بعمله اي حاجه على حسب زي ما بتيجي. زي ما بتيجي. رحلتك من النقاش للبلوك كان فيها ايه في النص؟ ده كتاب انا عملته وظهرت معاكي فيه اول مره على التلفزيون، وبشكرك طبعا ان انت سمحتي لي بالفرصه دي. في الكتاب الثاني سايكولوجو، وبالمناسبه اللي اختاروا الاسماء برضه هم الاولاد، زي ما الثالث هيختاروا الاسماء هم الاولاد، وغلاف انا بشاركهم معايا في كل حاجه. كان فيها مناقشات كتير وجدال اكتر، وبحاول اثبت لك ان انا كويس، وبحاول اقول لك والله مش ان انا الصوره دي يعني. بتتناقش ولا بتعمل بلوك؟ لا بعمل بلوك، ببعد، بنسحب. الانسحاب قوه احيانا بيبان ان هو بيأثر نفسيا. الوقت والزمن هيعوضك. بتنسى بسرعه؟ لا. انت تستاهل كل حاجه حلوه والله العظيم ولا اي حاجه. جو يستاهل كل حاجه حلوه، صح؟ يا ساتر بس. تقول ايه للاولاد؟ شكرا، انا بحبكم، بقول ان انتوا فرقتوا في حياتي، لان انا كانت حياتي سيئه جدا، كنت مكتئب زياده عن اللزوم. الاكتئاب انا عارف ان هو ما بيتحلش، ولكن على الاقل بيتحجم. فوجود الناس في حياتي والله كان الطف حاجه في حياتي يعني، والناس لطاف جدا معايا في الشارع. مشيت قبل كده مع حد من السوشيال ميديا بيقول لي، قال لي انت ازاي بتمشي لوحدك؟ فبقول له الناس لطيفه معايا، قال لي ازاي ما تمشي وبتاع. فده بحس ان هو ده اقوى ستر ونعمه من عند ربنا. فاضل شهرين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين ونزلة رمضان. انا عارفك انت هتقول ايه. انا نظرتي بقول لك ايه من الاخر، هتصوم معانا اول يوم ولا لا؟ اول يوم نصوم مع بعض عشان رسالة حب وسلام. بحاول اهزر معاك واضحك معاك، اصوم معاك يوم. انا ما بصومش صيامات الكتير عندنا، ولكن بحاول اعمل ده في رمضان يوم، عشان دي رسالة حب. بس عايز اقول لك انا بحبك. الكروشة اهم حاجة. الكروشة اهم حاجة. اهم حاجة كروشة جو. مش عارف اخس والله. عينيا حالا. نورتنا يا جو. شكرا ليكم. شكرا ليك. شكرا لجو موسى. نورت بودكاست بازار لميس، وبتمنى اشوفك دايما من انجح واقوى الناس. شكرا لميس، فرصة. ميرسي يا جو.